بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالوا نشوف الطريقة الصحيحة والطريقة السليمة لعجن الحنة، وازاي بعد ما تعجنيها تديكي نتائج سليمة، نتائج طبية صحية جميلة، يعني مش تبقى زي جلتها انك انتي عجنتي. انتي لو شفت الحنة بالشكل ده هتقولي دي ما هي او ميتها كتيرة او مش هتثبت، لا بالعكس، دي بالمنظر ده، دي للشعر بالشكل ده للشعر لان بتنشف. لكن بالنسبة للأظافر فعلا بتبقى أجمد من كده ويابسة عن كده، إن انت بتغلفي بيها الضفرين لغاية اللي تحت شوية كده، بتغلفي بيها الضفرين وبتطلع نتيجة جميلة جدا. تعالي الحنة اللي انت شايفاها دي هتقولي ان دي ما هي، لا احنا عايزينها توصل لجذور الشعر علشان تبقى الشعرية نفسها من تحت متحنية لغاية الأطراف وهي بتنشف. زي ما انتوا شايفين كده ان هي في عجينة حنة بتبقى طرية شوية زي ما انتوا شفتوا ويابسة للضفرين. طبعا احنا عارفين فوائد الحنة كتيرة جدا جدا للشعر، للأظافر، للفطريات، للجشرة، لطول الشعر، لنعومة الشعر، لكثافة الشعر، لها فوائد كتيرة جدا جدا جدا. بالنسبة للون بقى، اللون زي ما احنا عارفين وانتوا شفتوه على قناة، أول اللي ما شافش ما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحط اللايك، يعني ما تبخلوش على اللايك لأن حاجات حلوة وجميلة ومن الطبيعة زي ما انتوا شايفين. شوفي دي للأظافر، تمام. بالنسبة للألوان بقى، الحنة الطبيعية دي مع كل حاجة بلون مختلف على القناة. صلى على رسول